هذه بقايا دماء سهير سالت منها بعدما حملها زوجها ياسر ورماها من شرفة منزلهما الكائن في مبنى فيروز في منطقة المدارس في بشامون. شجار محتدم دار بينهما، وهو ليس الأول حسب ما روى لنا الجيران. كذلك ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها سهير للتعنيف والضرب. وفي حين كانت تصرخ من الألم إثر سقوطها على الأرض، اكتفى ياسر بالخلود إلى النوم. القوى الأمنية خلعت باب المنزل وأوقفته. في هذه الأثناء كان أولادهما 3 في المدرسة، وحين عادوا إلى المبنى وعلموا بما جرى أجهشوا في البكاء حتى أتت خالتهم ندى واصطحبتهم إلى منزلها. يعمل والدهم ياسر سمكريا، ويروي عنه الجيران أنه حاد الطباع وكان يفتعل المشاكل مع محيطه، وقد سبق لسهير أن انفصلت عنه لتعود وترتبط به منذ حوالي 2 سنين. ولكن ماذا حل بسهير بعدما رمى بها ياسر؟ هي ترقد حاليا في مستشفى بشامون التخصصي في قسم العناية الفائقة. حالتها مستقرة على الرغم من إصابتها بارتجاج في الدماغ وبكسر في فقرتين في الظهر وبكسور في مختلف أنحاء الجسم. تضاف قصتها إلى قصص النساء المعنفات، ويبدو أن القانون الذي قلمت أظافره لا يمكن أن يشكل رادعا للأزواج المعتدين.